دقيقة يعني هذه غرفة ولدك، ما هو خادمة ولا لا، هذه غرفة ولده. ايوه ولده يا جماعة الخير، كان قاعد في الغرفة هذه وكان صابغها باللون الاسود. ما شاء الله تبارك الله. ابوي قام صرف الموضوع وقال يلا الله يوفقنا وياكم ان شاء الله، ويعني الاولاد اذواقهم غريبة وتعرف ما شاء الله. ولدك في اي صف؟ قال اولى ثانوي. يوم قال اولى ثانوي انا اطالع في الاب، بعدين اطالع في الغرفة، اطالع في الاب، بعدين اطالع في الغرفة. الغرفة يا جماعة الخير السرير جنبه في جدار، الجدار هذا كان متروس ومليان دمى، دمى عرفت دمى الاطفال، دمى الاسفنجية، دب عروسة ما ادري. دقيقة اولى ثانوي هذه غرفته؟ اوكي اللون الاسود نمشيها يلا اذواق، بس ايش الدمى ذي؟ فكان الوضع مريب مره، الغرفه كانت حاجه غريبه، ما اشياء ما تدخل مع بعض. طبعا هذا كله كوم. والطامه الكبرى لما الاب قال الجمله هذه بعد ما جاوب ابوي وقال لنا اولى ثانوي، ايش قال له بعدها؟ قالوا دعواتكم له لانه هو طريح على الفراش ما يقوم ابدا، ودناه مستشفيات ما نعرف ايش فيه، ما عرفنا ابدا ايش المشكله اللي عنده، لكن في يوم وليله فجاه ولدنا هذا صار منسدح على السرير، ما عاد يقدر يقوم، ما يتحرك، ياكل باليالله ولا يقدر يقوم بنفسه نهائيا. فاحنا وقتها خفنا، يعني انا وابوي اذكر انا لما طلعنا بعد ما خلصنا الجوله ركبنا السياره كان كل سواليفنا عن هذه الغرفه، نسينا البيت، نسينا الاثاث، نسينا الغبار، نسينا كل شيء. واحنا راجعين انا قاعد اسولف مع ابوي في ذا الغرفه، انا خايف الحين يا ابوي ما نبغى الفله ذي تكفى، انا سادس ابتدائي 13 سنه، هذا يجي يقول لي ولده عمره اولى ثانوي وانه هذه غرفته باللون الاسود بالكامل، لمبات صفراء وعنده دمى متروسه، وانه الولد فجاه في يوم وليله صار طريح الفراش ما عاد صار يقدر يقوم ابدا. فوقتها انا كنت اذكر اقول لابوي خلينا نشوف بيت ثاني او خلينا نشوف فيلا ثانيه، او هذه تخوف يعني، ما انا كنت خايف وقتها يا جماعه الخير، يقلع الرعب صدق. تخيل غرفه اسود في اسود بنفس الموقف هذا، فالموضوع كان مره يخوف، مره يخوف. الوالد فعلا يعني حتى هو كان متضايق من الغرفه هذه، وكان يحس انه ورا العائله هذه سر غريب او في حاجه احنا ما نعرفها. المهم انه راح عند مكتب العقار وقاعد يبحث عن مكان ثاني او فيلا ثانيه او عماره ثانيه او شقه ثانيه، لكن ما لقي ابدا، ما لقي. فاضطرينا يا جماعه الخير في الاخير انه نستاجر هذه الفيلا من صاحب العماره. كلم ابويا، كلم مكتب العقار، اكدوا وقعوا العقد وصارت الفيلا رسميا لنا. خلاص الحين الفيلا هذه حقتنا. اول حاجه اتذكر اول حاجه اتذكر ابوي على طول جاب عمال حقين بويه وقال لهم دخلهم الغرفه هذه وقال اسمعوا انا ابغاكم ما تصبغون، لا اتذكر قال ابغاكم تقشرون البويه، يعني جابوا معاهم ادوات وفي اداه تخلي البويه تخرج، يعني رجع الغرفه وكاله اللي شويه وتدخل ترجع للبلوك حرفيا على التليس. بعدين صبغها لون ابيض. وقتها تحس الحمد لله، احس ان الحياه الحين رجعت، الحين الحمد لله. كان في مصدر رعب كذا، تحس في قربشه كذا في الخلفيه موجوده في هذه الغرفه، الحمد لله فجاه اختفت، صارت الغرفه الحين سليمه امورها طيبه. هذه اذكر كانت اول مهمه كانت عند ابوي لازم يسويها. اتذكر انا يوم سواها الغرفه هذه انا انبسطت